اهلا بيكم في قناة موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم الملخصات الجديدة. فيلمنا بيبدأ بنمدة وهي قاعدة مع أصحابها بتحتفل وبتصور نفسها بالموبايل وبتنزل الصور في كل حتة وبتفضل تشرب لحد ما بتسكر، ولما بتركب الأتوبيس علشان تروح تليفونها بيقع منها وما بتاخدش بالها منه، فبيشوفوا واحد كان قاعد وراها وبياخده معاه. وتاني يوم بيصحى الشخص ده وبيعمل أكل وبيصوره وبينزل الصورة، بس بيغير الموقع لتايلاند رغم إنه كوري. وبعدها بتتصل صاحبة نمدة على التليفون، فبيستخدم برنامج بيغير الأصوات وبيعمل إنه بنته بيعرفها إنه لقى الموبايل في الشارع ولو عاوزاه ممكن يديله الشرطة، فبتقول له إنها هتسأل صاحبتها نمدة الأول. وبعدها بنشوف إن الشخص ده كاتب اسم نمدة على طول، وبتروح صاحبتها للبيت وبتلاقيها في سبع نومة بسبب إنها كانت سكرانة وبتقول لها على التليفون. وفي نفس الوقت كان الشخص ده بيبحث عن الأكاونت الشخصي بتاع نمدة لغاية ما بيلاقي إشعار من واحدة صاحبتها، فبيدور على الاسم ومن خلالها بيوصل لاكونت نمدة وبيقعد يكتب على كل حاجة عنها وأي معلومة تيجي قدامه. ولما بتتصل عليه نمدة من موبايل صاحبتها بيرد عليها بصوت البنت وبيقول لها ممكن تيجي تقابله في اي وقت علشان تاخده. وبعدها بيحاول الشخص ده يفتح الموبايل بس بيلاقي ان الباسورد اللي دخله غلط والمحاولات خلصت، فبيقرر يكسر الشاشة. وفي مكان تاني بنشوف الشرطة وهم بيحققوا في جريمة قتل، والمحقق جي مان كان مستغرب من الجثة اللي لقوها لأن القاتل مشوهة وقطع صوابعها علشان الشرطة ما توصلش لهويتها عن طريق البصمة، وكمان أخد كل حاجتها. وبعدها بيجيله عسكري وبيقول له إنهم ما لقوش غير سماد الشجر ده جنب الجثة، فلما بيدخل المكان اللي لقوها فيه بيلاقي شجرة خوخ مكتوب عليها اسم ابن او جون يونج المختفي من فترة طويلة وما يعرفش عنه أي حاجة. ولما بيرجع للشغل بيعرف صاحبه اللي حصل، فبيقول له إن 100% ابنه هو اللي عملها، فبيرد عليه إن ابنه أهبل من كده وبيقرر يقدم بلاغ باختفائه علشان البوليس يدور عليه. وبعدها بنشوف نمدة وهي بتساعد أبوها في الكافيه بتاعه، وبيتصل بيها الشخص اللي معاه الموبايل وهو مغير صوته وبيقول لها إنه كسر الشاشة بالغلط ووداه المحل يصلحه ودفع الفلوس وبيديها العنوان، فبتروح للمكان. ولما بتدخل بيكون الشخص الغريب ده هو اللي بيصلح الموبايلات وكان لابس كمامة وبيطلب منها تكتب بياناتها والباسورد بتاع الجهاز، فهي ما بتديش خوانة وبتكتبه لأنها بتفتكر إنه هيحتاجه. ولما بيغير الشاشة بيحمل فيروس على موبايلها هيساعده يشوف ويسمع كل حاجة بتحصل على الموبايل، والكاميرا الأمامية هتكون مفتوحة دايما وعلى طول شايفها، وحتى الأماكن اللي كانت بتروحها هيعرفها. وفي يوم بيروح لها الكافيه بس من غير الكمامة فما بتعرفوش، وبيطلب منها تجيب له عصير خوخ، فبتقول له إنه اتشال من المنيو، وبتسأله هو عارف إزاي إنهم كانوا بيقدموا أصلا، فبيقول لها إنه جه زمان قبل كده ولما جربه عجبه جدا، فبتقرر انها تديله العصير بتاعها اللي ابوها كان عامله لها لانها بتحبه. وبعدها بنشوف المحقق جي مان بيفتكر كلام صاحبه وهو بيقول له ان اكيد مراته بتتواصل مع ابنه، فبيخليها تنام وبيفتش في موبايلها وبيلاقيها فعلا بتتكلم معاه، وكان مصور لها الشجره اللي لقوا عندها الجثه. وبيطلع الشخص الغريب ده هو جون ابنه، وبنشوفه هو قاعد بيتفرج على نمدة لحد ما بتنام وبيسرق كل بياناتها وبيسجلها. وبعدها بنشوف على الموبايل اللي بيستخدموا عليه صور البنت اللي لقوها مقتوله وهي مربوطه. وتاني يوم في شغل نمدة بتقول لها المديره بتاعتها ان مرتبها هيزيد. وفي نفس الوقت كان المحقق بيسال مراته عن مكان ابنهم، بس هي بتقول له ما تعرفش وبتساله ايه اللي فكروا بيه، فبيعرفها انهم لقوا جثه بنت جنب شجره الخوخ اللي زرعها وهو صغير، فما بترضاش ترد عليه، بس هو كان تتبع الرقم اللي بيتكلموا منه وعرف مكانه. وبيقول له صاحبه ان الرقم باسم بنت اسمها يون، اما ابنه فقفل موبايله من سنتين ومش فاهم ازاي معهوش موبايل. فبيروح جي مان لبيت يون يمكن يلاقي اي حاجه، وفعلا بيلاقي ادله كتير جدا ان ده بيت ابنه وان هو المجرم. وجون كان شايفه من بره وبيراقبه، فبيبعت له رساله مكتوب فيها وحشتني قوي يا بابا، وبيبعت له صوره من بره، فبيطلع بسرعه وبيسمع صوت موبايل في سطح البيت اللي جنبه، وبعت صوره كمان ليه من فوق، فبيطلع بسرعه للسطح بس بيكتشف ان مفيش حد وانه عمل كده بس علشان يبعده عن البيت. وبيقدر جون ياخد حاجته ويمشي من المكان. وبعدها بيروح جون للكافيه وبيطلب من ابو نمدة عصير الخوخ، فبيقول له انه عارف كويس انه كان بيكذب المره اللي فاتت وانه مش زبون قديم ولا حاجه، لان كل اللي شربوا العصير ده هو عارفهم لانهم كانوا اشخاص معينين. ولما بيقعد يستنى العصير بيحاول يقرب من نمدة، بس ابوها بيطلب منه ياخد العصير ويطلع يشربه بره. وبعد الشغل بيوصلها ابوها للبيت وبيطلب منها ما تتعاملش مع الشخص ده نهائي لانه مش مطمن له. طبعا جون كان سامع وشايف الكلام ده من موبايل نمدة. ولما بيدخل ابوها بيته بيبعت له جون رساله باسم بنته بيطلب منه يحمل تطبيق ويثبته، فبيعمل كده وده كان الفيروس اللي حطه في موبايل نمدة. وبعدها بيقدر جون يسيطر على الموبايل وبيشوف كل حاجه، وبيبعت له رساله ان في طرد ليه موجود قدام البيت، فبيطلع يشوفه بس جون بيضربه على دماغه. وفي نفس الوقت المحقق جي مان كان مع ام البنت اللي اتقتلت وعرف يوصل لبيتها عن طريق الورق اللي كان عليه كل معلوماتها زي ما بيحصل مع نمدة بالظبط. وبتقول لامها ان في واحد لقى موبايلها وقال لها انه كسر الشاشه بالغلط،
ووداه يتصلح، ولما راحت للمحل ورجعت حياتها اتشقلبت وبعدها اختفت، وبتقول له انها متعرفش للاسف مكان المحل. وتاني يوم بتلاقي نامدا بوست على الانستجرام نزله جون وهي بتشتم كل اصحابها في الشركه والمديره بتاعتها، فبتعرف ان موبايلها اتهكر، وللاسف اللي حصل ده اتسبب انها تطرد من الشغل، وزمايلها بيتخانقوا معاها وبيبهدلوها لما عرفوا ان المديره كانت هتزود مرتبها هي لوحدها، وبكده خسرت شغلها، وابوها اللي لسه متعرفش ان حصل له حاجه. وبتجيلها صاحبتها الانتيم وبيروح لشرطه الانترنت علشان يبلغوا، بس الضابط بيقول لها لازم تجيب دليل لانها مش بتكذب، فبتمشي وبتتصل بواحده صاحبتها بتشتغل في الامن السيبراني علشان تساعدها، لكنها بتقول لها انها عندها شغل في بلد تانية. وطبعا جون كان عارف الكلام ده، وبتفتكر نامدا لما جون اديها الكارت بتاعه وكان مكتوب فيه انه شغال في الامن السيبراني، فبتروح له هي وصاحبتها وبيقول لها ان في حد حط لك تطبيق تجسس على موبايلك وهو دلوقتي مخترقه، وبيقول لها انه قدر ينزل البوست ده وقفل المنبه علشان تصحي متأخر وما تلحقيش اللي حصل. وبعدها بياخدها على جنب وبيسألها لو في حد قريب منها مسك الموبايل، لأن النوع ده من التطبيقات لازم حد يقدر يحطه على الجهاز نفسه، فبتقول له ما يمكن عمل كده من على بعد، فبيقول لها لا لازم يكون قريب، فبيشككها في صاحبتها لأنه كان عارف إنها كانت نايمة عندها في اليوم اللي قبله على طول، فبتتخانق معاها وبيسيبوا بعض، وبكده يبقى فصلها عن كل الناس. وفي نفس الوقت الشرطة كانت بتدور جنب شجرة الخوخ وبتلاقي 7 جثث، والقضية بتكون كبيرة جدا والإعلام بيهتم بيها، وبيكون جيمان مش عارف يعمل إيه في ابنه، فبيقول له صاحبه ان عارف المكان بتاع محل الموبايلات ولازم يروحوا، ولما بيوصلوا ما بيلاقوش غير ورق بيانات الزباين، وبيعرف ان الضحيه الجديده هي نامدا. اما نامدا فكانت في البيت قاعده وبتعيط وزعلانه من اللي حصل، فبترمي الموبايل والشاشه بتتكسر، وبتفتكر انها صلحت الموبايل قريب ويمكن يكون صاحب المحل اللي حط التطبيق المتفيروس، فبتروح للمحل وبتلاقي المحققين هناك، فبيقول لها جيمان ان الهاكر بيسرق صور البنات وبيحطها في مواقع مش تمام، وما بيرضاش يقول لها الحقيقه علشان ما تخافش وتساعدهم، فبتوافق وبيطلب منها تخليه يجي لها البيت وهيقبضوا عليه. ولما بيراقبوا بيت نامدا بيوصل جون للبيت، فبينزل المحققين وبيسألوا جيمان عن بطاقته وايه اللي جابه هنا دلوقتي، وهنا بقى بنكتشف ان ده اصلا مش جون ابن جيمان ولا يعرفه اصلا، ومحدش يعرف مين ده اساسا، فبيرد عليهم انه تايه، فبيقولوا له على الطريق وبيسيبوه يمشي، وبعدها بيروح لنامدا وبيسألوه هو ما جاش ليه، فبتعرفهم انه بعت لها رساله انه هيقابلها كمان اسبوع، وبتطلب منهم يوصلوها لبيت ابوها، وبتاخد معاها موبايل قديم ما كانتش تعرف ان المجرم ده دخل بيتها وهكره هو كمان، يعني برضه شايف كل حاجه بتحصل. ولما بيوصلوها للبيت بتقول لهم انها هتبعت لهم رسائل كتير جدا كل شويه علشان يطمنوا عليها، ولما بعتتش يبقى في حاجه غلط، وبتكتب حاجه على كارت وبتوريها لهم وبتمشي. ولما بتدخل بتلاقي ابوها نايم، فبتسيبه وبتدخل اوضتها، بس بتلاقي رساله من المجرم بيسالها هي بتستخدم تليفون تاني ليه، وبيبعت لها رقمه علشان تتصل بيه، ولما بتتصل بتلاقيه رن في البيت، فبتخاف جدا وبتجري على ابوها، بس بتكتشف انها مخدات وانه مش موجود، فبتحاول تتصل بالمحقق بس الارقام بتتمسح لوحدها والكاميرا بتشتغل، فبتترعب والموبايل بيقع منها على الارض، وفجاه بتسمع صوت ابوها بره بينادي عليها، فبتجري على الصاله بس بتلاقيه مسجل على الارض، وبعدها بيطلع لها المجرم وبتقول له انها تعمل كل اللي عاوزه بس ما يأذيش ابوها، فبيقول لها اول حاجه ابعتي رساله للمحقق علشان ما يشكش في اي حاجه. وفي نفس الوقت بيجي اتصال للمحقق جيمان من قسم المفقودين، وبيعرفوه ان لما قدم بلاغ عن اختفاء وطبقوا حمض النووي مع ناس كتير، للاسف لقوها الجثه مجهوله مطابقه للحمض النووي، لقوها في البحر السنه اللي فاتت وما كانوش عارفين يوصلوا لاي بيانات عنه. وبعدها كان المجرم بيعزم نامدا ومخليها تشوف ابوها وهو بيغرق في البانيو، فبتفضل تصوت، فبيربطها بيحطها فوق علشان تكون هي السبب في موته، وبيصورها وهي بتحاول تخرج علشان بيحب يحفظ صور ضحاياه وهم بيموتوا كخلفيه لموبايلاتهم، وبيكون مستمتع جدا باللي بيحصل وبيخرج للصاله وبيسيبهم، وبيلاقي الكارت وبيكون مكتوب عليه انها لو ما اتصلتش يبقى حصل مشكله، فبيعرف انه في مصيبه وبيحاول يهرب، بس المحقق بيمسكه وبيديله علقه حلوه وبيقدر صاحبه ينقذهم. وبيحاول المجرم يستعطف جيمان وبيقول له انا ابنك يا بابا، فبيضربه وبيقول له انا ابني ما يعملش كده، وبيساله فين ابني، فبيشاور له على شنطته، وساعتها بيلاقي ورق مسجل كل بيانات ابنه عليه، وكاتب انه لازم يخليه قاتل متسلسل، وعلشان كده كان بيسيب سماد للشجره وبيستخدم اسمه علشان ما حدش يشك فيه. وساعتها الشرطه هتدور على جون ويتهموه هو، وبعدها بيلاقي المحقق تليفون ابنه وكانت الخلفيه صورته وهو ميت، فبيحاول يقتل المجرم بس بيقرر انه يسلمه. وفي نفس الوقت بتخرج نامدا وبتضربه بالنار بس ما بيموتش، وبتسمع صوت ابوها وبتعرف انه ما ماتش، فبتجري عليه وبتحضنه، وبتقبض الشرطه على القاتل. ولما بيدوروا على بياناته ما بيلاقوش اي حاجه نهائي، وما بيكونش ليه اي سجلات في البلد كلها، والاعلام بينشروا قصه نامدا في كل حته، وبتكون مشهوره، في ناس بتروح للكافيه بس علشان تصورها او تتصور معاها. ودي كانت نهاية فيلمنا النهارده، وان شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديدة.